بسم الله بديت وعلى النبي صليت. وليكم يا حبابي بهاد الحكاية جيت حاجيتكم ما جيتكم على مدينة من مدن شرق الجزائر والمعروفة حاليا باسم قلمة. في زمان بكري كان يسموها ملاكا، وكانت تعيش فيها قبيلة زعيمهم عنده 2 ولاد، الطفل يسموه أرزيق والطفلة كان يسموها وريدة. كان عندهم زين فتان، وكل ما يكبروا يزيدوا يبهاو ويلفتوا الأنظار، وكانوا حلم جميع من في القبيلة. لكن للأسف وقع ما لم يكن في الحسبان. الأخوين وقعوا في غرام بعضهم، وبينما أعيان القبيلة مجتمعين تخلى عليهم الفارس أرزيق وفاجأهم بنيته في الزواج. الكل فرح أكيد، وكل واحد كان يتمنى أنه يكون من نصيب بنته. وهنا انطق الوالد وسقساها عن سعيدة الحظ اللي خيرها باه تكون الزوجة نتاعو. أرزيق لم يراعي أعراف القبيلة وتقاليدها والفطرة الإنسانية، وعبر لهم على نيته في الزواج من أخته. هنا تصدموا كلهم ورفضوا طبعا، قالوا له هذا الشيء خالف قوانين قبيلتنا ومستحيل يكون. لكن ابن شيخ القبيلة قعد مصر على رأيه وقال لهم غير أختي وريدة اللي نديها. وهنا انقسموا القبيلة لفئتين: فئة شياتة متملقة ساندات وبدات في تجهيزات العرس، والفئة الرافضة اللي اجتمعوا قرروا باش يخرجوا من المدينة وما يحضروش للعرس المحرم. وكيما كان الحال خرجوا كامل وخلوهم لاهيين في تجهيزاتهم. ودار الفارس أرزيق عرس كبير واحتفالات دامت 7 أيام و7 ليالي. وبعد مدة من الزمان الفئة اللي خرجت من المدينة حست بالحنين للأرض نتاعها، وكما راكم تعرفوا ناس بكري عندهم علاقة متينة مع الأرض، وكما يقول المثل حماري ولا عود الناس. ما اتفقوا باش يرجعوا لمدينتهم، ولما وصلوا حاروا وتصدموا من الشي اللي شافوه. يقولوا باللي اللي كانوا معرسين سخطهم ربي وحلت عليهم لعنة حولتهم لحجارة كبيرة، وطردقت تحتهم عيون من الماء السخون هي اللي هلكتهم. ومنها جت تسمية حمام المسخوطين، اللي رجعوا يقصدوه السياح من كل بلاد ويروحوا لها المرضى به يتشافوا بماء الحمام السخون اللي فيه، اللي توصل درجة حرارته 90 درجة مئوية، ويعتبر ثاني أسخن منبع جوفي في العالم بعد براكين أيسلندا. وفي الحقبة الاستعمارية كتب جون إف تورينياك في مذكراته أنه أثناء الحرب العالمية الثانية قامت بعثة إنجليزية برحلة استكشاف لكهوف المسخوطين، لكنها اختفت بعد ذلك في ظروف غامضة. ورجح السكان المحليين للمنطقة أنها مسكونة من العالم الآخر، وحكاية تجيب حكاية حتى لحقنا للنهاية. والآن قولوا لي في التعليقات، زرتوا من قبل حمام المسخوطين في ولاية قلمة ولا مازال؟